سلام، إن شاء الله تكونوا بخير على خير. اليوم رجعت معاكم في وصفة جديدة اللي هي وصفة لي كريب سباجيتي. هذه نوع جديد من لي كريب، هيا نشوفوهم كيفاش يتحضروا مع بعضنا. نحتاجوا في هذه الوصفة بيضة بحرارة الغرفة، ومغرف سكر، ومغرف صغيرة شوكولا تارتيني اللي تقدروا تستغنوا عليها. سامحوني لهنايا في الفيديو ماهيش موضحة البيضة والمغرف تاع السكر. حطيتهم باللي كاميرا ومي فينالمون كي جيت نعمل مونتاج ما لقيتهمش. عموما خلطوهم مع بعضهم مليح حتى يذوب السكر، ونروحوا نزيدوا الفارينة. بالنسبة للفارينة لهنا نحطوا مغرف كاكاو وباقي كامل فارينة حتى نوصلوا نص الكاس، كاس ما يعادل 240 مليلتر. مغرف كاكاو من تحت ونصه كامل، حتى نصه عفوا النص فارينة. نحطوهم على الخليط الاول. بالنسبه للخليط الاول ما تحتاجوش باتور، جست بالفوي برك تخلطوا حتى يذوب هذاك السكر مع العظم. نحطوا قرصه ملح ونخلطوا كل شيء مع بعضهم مليح. نبقاو نخلطوا في هذوكم المكونات حتى نتحصلوا على عجينه ثقيله. كي تهزوها بالفوي تحسوها بلي ثقيله، ممكن تكونوا تخلطوا تحسوها بلي راهي ثقيله. لهنا واش نروحوا نضيفوا لها ربع كاس حليب ومغرف زيت، ونخلطوا المكونات كل مع بعضها. كي نضيفوا لها الحليب والزيت راح تجري هذيك العجينه، يعني ما تبقاش ثقيله كما قبل كما راكم تشوفوا في الفيديو. سامحوني مره واحده اخرى لان المكونات كي قاعد نحط فيهم ما تكاملابليش. جوست لهنا ربع كاس هذاك كيما اللي كيلي به الفارينه، حليب ومغرف زيت. نخلطوا كل شيء مع بعضهم ونصفيوهم ونحطوهم في قرعه كيما القراعي هذوما اللي كان عندكم تاع كيتشاب ولا تاع مايونيز، ولا جوست تغسلوهم مليح نظفوهم وصفيوهم. عفوا صفيو هذاك الخليط فيها وحطوه باش هكا بعديك ديريكتومون تخدموا في البانيناز تاعكم. معناها هاد العجينه راح تريح لنا وهي في القرعه هذه. بعد نفرغوا الكميه كامله هنا بشويه بشويه باه ما تسحلناش. بعد ما نكملوا كميه كامله واش راح نديروا؟ راح نخليو الخليط تاعنا يريح لنا اقل شيء لمده 10 دقائق في هذيك القرعه، باه من ثم نبداو نطيبوهم في البانيناز بالخف. في الوقت هذاك اللي تكون هي قاعده تريح حطوا البانيناز تاعكم تسخن. بالنسبه اللي حيطيبوه في المقله نورمال، حطي المقله تاعك تسخن شويه، نقصي عليها النار خلاه وخليها تسخن شويه، وبداي بنفس الطريقه اللي خدمنا بها في البانيناز تنجمي تخدمي بها في المقله. لهنا بعد ما سخنت البانيناز تاعنا بدينا نخدموا مع بعضنا. شوفوا الطريقه كيفاه نعملوا. بين هذوكم الخطوط تاع البانيناز نحطوا الكميه تاع العجينه تاعنا، نبقاو نمشيو بالطرف بالطرف وحتى نكملوا كميه كامله. بالنسبه للطهي تاعها راح تجي شوي مقرمشه، هاديه ما تجيش طريه كيما لي كراب نورمال، تجي شويه كروستيونت. ماشي شويه، تجي مقرمشه. نخليو نقفلوا عليها البانيناز ونخليوها حتى تطيب وتتحمر لنا وتولي تقرمش. نكملوا الكميه تاعنا كامله بنفس الطريقه. بعد ما نشوفوها بدات تطيب نروحوا نحاولوا نحيوها. دوك تشوفوا كي نحيوها كيفاش تكون الطريقه كانها دوده، كانها سباغيتي. كما نعرفوا سباغيتي تجي ديما طويله ولصقه في بعضها كامله. شوفوا كيفاش كي نحيوها، وانتم هنا تنجموا تقطعوها كيما تنجموا تخليوها كل واحد كيف ما يحب. انا كان شي بانيناز سخونه دونك لازم تبداو برك الطرف الاول، دوك الاخرين كامل يتنحاو. يعني تجي طريقه سهله. كملوا باقي الكميه تاعنا بنفس الطريقه، وشوفوا لي في البانيناز كي تعود قاعده طيب كيفاه تكون عن قرب. هنا ما تنحيوهاش وهي طريه، خلا خليوها حتى شويه تتقرمش، مش تتحرق، جست تتقرمش. وبعديك نحيوها وحطوها في طبق التزيين. ودائما كيما نقولكم التزيين يكون عفوا اختياري. لا انا درت لها شويه شوكولا تارتيني، جست حطيت لها شويه شوكولا تارتيني. حليتها بشويه زيت وحطيتها في هذيك لابوش وزينت بها.
ومن الفوق زين كان تزيين يعني بلي عندي، كان عندي شوية بنان جوست حطيت لها البنان اللي هو الموز من فوق. وانتوما كل واحد كيفاش يحب يزين. نجمو تستعملوا شوكولاتة البندق، تنجموا اي فخوي واحد اخر، وشوفوا لي النتيجة كيف كانت. ان شاء الله نكون فتكم بهذه الوصفة، وان شاء الله ملتقانا في وصفة جديدة ان شاء الله. ما تنسوش دعمنا في القناة. سلام.